السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى سيبنا الشقلباز شوية ودخلنا على قسم المراسلات. الحقيقة المراسلة المصري برضو يعني زي ما هي جميلة وكل حاجة، بس في مشكلة معانا بتواجهنا معاها والحمد لله عرفنا برضو نحلها ونتغلب عليها. الحقيقة المراسلة ده علشان مثلا انت تحط له الأكل بتاعه أو تحط له الشرب بتاعه، تمام، ممكن يقعد له سكة لو انت حطيت لهم كيلو تلاقيهم واكلين كيلو وكيلو الا ربع مرمي واقع في الارض، والادراج كلها بتهدر الاكل بتاعهم. فبنعمل بقى عشان نحل المشكله زي دي؟ ولا ينفع اصلا ان انت تاكلهم في اكله زي دي، ولا ينفع اكله زي بتاعت العصافير دي. العلاج بتاعهم حمام زي ده، انك انت بتقوم واخده وتبدا تجيب له مسقه كبيره زي دي وتكسر له الاحرف بتاعها بالزراديه او بالكماشه. تبدا ان انت تمسك الزراديه كده او الكماشه وتقصقص الاحرف بتاعتها بس بالراحه، لان الفخار ممكن يطق معاك. يعني انا مره كنت بليته وبعد كده بقيت اقصقص واحده واحده، بس ما بدات تطقطق معايا. تمام. فالحاجات اللي زي كده برضو التعامل معاها يكون بالراحه عشان ما تبوظش المسقه بتاعتك. هتشتري مسقه من الكبيره وتبدا ان انت تقصقصها واحده واحده. والحقيقه عامه المراسله يعني اغلبيه الاكل بتاعه بيكون نواعم. الحمام الحبات اللي هي كلها بيسموها النمنم، يا ذرة عويجة يا قمح يا بسلة من الصغيرة وفول برضو من الصغير، والذرة الصفرا بتاعت الحمام اللي هي الصغيرة خالص دي. تمام. تحط لهم الحاجات دي كلها يبداوا معاهم ياكلوا كويس. لكن هتحط لهم كل فخشنة مش هياكلوا فيها كويس. وتبدا تحطها لهم. من ساعة ما بقيت اشتغل بالطريقة دي ما بقاش في اي حاجة خالص تقع معايا، ولا اكل ولا ذره يقع بره ولا الكلام ده كله. وحمامية زي دي كانت مثلا حمامية زي اللي انا ماسكها دي، كنت اجي كده مثلا توقع نص الاكل بره والنص التاني تاكله. فكنت تيجي تبص تلاقي ان العمليه اصلا بقى كده مش مجازيه معاك، فبيوقعوا نص الاكل والاكل بقى غلي وانتوا عارفين. دي كانت الطريقه الوحيده اللي نفعت معايا ونجحت معايا. حطيت لهم في طواجن وقعوا برضو الاكل، حطيت لهم في اكلات وقعوا برضو الاكل. حمام بالمناظر دي برضو ده مثلا بيوقع نص الاكل بره، ما يعرفش ياكل الا لما تحط له المسقه زي دي. تمام. فانت بتبدا تتعامل بالطريقه دي وتبدا تحط لهم برضو التحديق. يعني انت ما تسيبش مثلا التحديق كده ما تحط لهمش تحديق، لان الحمايه برضو دي بتبقى عايزه تحدق جامد. تمام. هنحط فرد الحمام ده ونوريكم التحديق بتاعته اهو. حطها ذكرها بسم الله ما شاء الله، ده قلنا بالبركه يا جماعه. تمام اهو. ده بتحط لهم كده مكلف، وقعوا بقى اللي وقعوا عادي، وده يعتبر رمله وشويه فحم. تمام. وخمر الطوب كان كالسيوم، بس هم يعتبروا واكلينه. يعني بصوا الفحم اهو، بس هم واكلينه وعايزين يتحط لهم النهارده، هنزود لهم باذن الله. فدي يعني طريقه من الطرق ان انت تحافظ بيها ازاي على فرد حمام المراسله، ما تخلوش يوقع الاكل بره ولا يوقع الشرب بره. تمام. وكنا برضو عايزين نتكلم على موضوع المسقه. 90% من الناس لما بيجوا يحطوا مسقه ميه بيحطوا لهم الميه كده ويسيبوها، والمسقه الواحده ما بتتغيرش. فانا بحط لهم مسقه واحده للحمام يشرب فيها، تمام، لليوم الواحد. اليوم التاني باجي بقوم قلب المسقه وحاطط المسقه التانيه. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان انت لو فضلت سايب المسقه او اللهم صل على النبي، المسقه فيها ميه هتبدا تعمل طحالب، والطحالب دي هتبدا ان هي تعمل امراض وفيروسات. فايه اللي بيساعد ان المسقه دي تبدا تعمل طحالب؟ ان انت سايب الميه جواها. فاحنا بنبدا نقلب واحده علشان تنشف، على ما يجي اليوم التاني تكون الاولانيه نشفت. تمام. يعني بالطريقه دي هيكون مفيش ولا مسقه تكون جواها طحالب، ولا عرفت الطحالب اصلا تاخد تعيش في البيئه بتاعتها، لان المسقه بتنشف كل يوم. يعني انا شغال باتنين، النهارده هاكل في دي وهدلقها واسيبها تنشف واكل في التانية. يعني هشرب قصدي، يعني المسقه دي بتاعت الشرب، الاكلات دي بتاعت الشرب. فانا شغال باتنين، واحده بخليها تنشف في اليوم والتانية بشتغل بيها، ببدا ابدل، يعني واحده اليوم واحده اليوم واحده اليوم واحده اليوم. الطريقه دي مش هتخلي باذن الله معاك اي بكتيريا تظهر في الميه او اي فطريات تظهر في الميه. هي كل العيون هتلاقي فيها مسقتين اهو. دي النهارده انا حاططها اهي
هقلبها واقوم حاطط التانية. وادعوا لنا لنا وليكم بالبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.